نحن وصل لنا الآن المعلومة العالمية وهي مسمى بالصحون الطائرة. هذه الصحون الطائرة اللي شافوها الناس في أمريكا ونحن في الجزائر شفناها. ونحن مرة في 1990 في جامعة عنابة في سيتي دوميلي نزلت مركبة فضائية يعني صحن طائر، وعندما نزلت وكان كل الطلبة شافوها، عندما نزلت راح الضوء في كل سيتي ثم قعدت برهم للزمن ثم انطلقت في السماء. قضية ليزيكستراديغست هي موجودة في كل البحوث التي قمت بها، هي موجودة. ظهرت في أنغولا، ظهرت في سويسرا، ظهرت في نظن في صحراء كوبا، ظهرت هذه الأشكال كلها موجودة. حتى في صحراءنا هنا ظهرت بعض الأشكال اللي لحد الآن الناس الصحراويين أصحاب الخيم شافوها، ولكن اليومنا هذا أنا أربطها دائما بقوة الله سبحانه وتعالى وقدرته في أن خلق هذا الكون. إذا جزمنا أن كائنات فضائية نزلت في التصل، وذلك يفسر وجود صور بعض المخلوقات الغريبة التي ترتدي حللا فضائية، فلماذا فعلوها منذ 20,000 سنة ولم يكرروها ثانية؟ ولماذا لم يظهروا إلى غاية اليوم؟ كل ما تم الآن مشاهدته وتم الحديث عنه أنه يدخل في إطار تجارب علمية وتكنولوجية لأنظمة متطورة في إطار الحرب الباردة بين روسيا وبين أمريكا. هذا تقديري أن كل الدلائل العلمية الآن تدخل في إطار سرية تامة وفي إطار المعطيات السرية التي تتحفظ عليه القوتين روسيا وأمريكا. فظهرت نظرية أخرى تقول إن ما حدث هو السفر عبر الزمن، أي أن أحد الأشخاص في المستقبل اخترع آلة الزمن وانتقلت به إلى ذلك الماضي، أين قام أناس تلك المرحلة التاريخية القديمة بتجسيد زيارته في كهوف التصل. هذه الأسفار عبر الزمن هي حقيقة، لكن هل هي حقيقة بالإمكان أن تحدث بين العوالم الأخرى والكائنات الأخرى والجنس البشري؟ المعلوم قائمة مع الملائكة، قائمة مع الجن، لكن هذه كلها هي في أزمنة وفي سرعات خارج سرعات الكونية الأرضية وخارج الزمن الكوني الذي نعرفه. السفر عبر الزمن جملة يتهم قائلها عادة بالجنون أو الخيال الواسع، حيث تقترن دائما في مخيلاتنا بأفلام الخيال العلمي التي نعتبرها مستحيلة الحدوث. هي المركبات التي تنطلق بها الجن وينطلقون بسرعة رهيبة جدا، ومستحيل أنس يوصل هذه السرعة لأن هذه السرعة كبيرة جدا، وعندما الإنسان يمشي بها قد يحترق. أو لماذا؟ لأن هناك تعرف العلاقة أو جام سي أو كاري، إذا مشينا احنا بسرعة الضوء تتحول الكتلة إلى طاقة. فيه ما يسمى بنظرية نسبية للزمن. كلما أسرعنا في الفضاء كلما تقلص الزمن، ويمكن بهذه الظاهرة اللي خاصة بالزمن أن يقلص الزمن ويسمح لحضارات أن تلتقي بحضارات أخرى إن كانت فعلا موجودة. أينشتاين إنه كلما اقترب الإنسان من سرعة الضوء كلما تباطأ الزمن، وعندما يتباطأ الزمن بمقدار معين فحينها يمكن للإنسان أن يسافر آلاف السنين إلى المستقبل. Je sais qu'il y a des physiciens de haut niveau اللي هضروا على هذا الشيء هذا، منهم كاين يقولوا له لو بون Einstein-Rosen, c'est-à-dire il y a un passage ou des tunnels cosmiques ou des ponts cosmiques où il y a un passage de notre monde à ce monde-là. Mais nous, en tant qu'entité atomique, il nous est impossible d'effectuer ce déplacement de notre monde vers l'autre monde. إذا كان هذا لم يحدث لأي كان في هذا الزمن، فما هو تفسير حادثة الإسراء والمعراج في الدين الإسلامي؟ حادثة الإسراء والمعراج هذه الآن فيها جزئين، فيها الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، ومعنى ذلك هذا السفر في الزمن الأرضي أو في الزمن الكوني، وهناك السفر في الزمن الثاني وهو المعراج إلى سدرة المنتهى. فهذا المعراج
أنه وصل النبي عليه الصلاة والسلام وعرج به جبريل كل هذه المسافة، معنى ذلك تجاوز الكون الأرضي وتجاوز الأكوان المتعددة ووصل إلى سدرة المنتهى. رغم أن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي أكرمه الله بهذه التجربة الفريدة منذ 14 قرنا، إلا أن هناك من يتحدث عن أدلة أخرى للسفر عبر الزمن في أمكنة وأزمنة أخرى في العالم. يعني نهار السبع يعني بلقيس نقل في عهد سليمان الذي أوتي من العلم قيل هو ليس من الجن هو إنسان. هذا التسخير في حد ذاته هو نقل شيء من مكان إلى شيء. نحن نعلم نحن في الميديسين كونتيك عندما انتقال أي مادة بسرعة الضوء تتحول إلى طاقة، هذا نعرفوه نحن الآن، والآن معروف، يعني هذا معروف. أم الرجوع من طاقة ترجع إلى كتلة، هذا سؤال ما وصلونوش الآن العلماء. في 2014 أنه علماء في أمريكا تمكنوا من إجراء تجربة وتحدثت عليها بشكل يعني ملفت للانتباه يعني كل الدوريات العلمية والصحافة، على أن العلماء تمكنوا من البرهنة التجريبيين على إمكانية السفر في الزمن للفوتونات. قد يبدو الأمر غريبا وغير قابل للتصديق، لكن ألا تعد مشاهدة امرأة تتكلم بالهاتف الخلوي في فيلم لشارلي شابلن يعود إلى عام 28 900 وألف أمرا غريبا ومذهلا؟ كيف نهز نحن مثلا شخص من أمريكا، الآن الصورة تنتقل، الصورة تنتقل عن طريق من أمريكا، الآن نقدر نتكلم من هذا المكان، نقدر الآن نشوف أمريكا مباشرة. أما الجسم في حد ذاته عندما يسير بسرعة الضوء ينتقل إلى طاقة، هنا هل ترجع الطاقة إلى مادة؟ هذا هو الرجوع صعب جدا، ولحد الآن ما عندناش أدلة علمية في هذا المجال. ألم يحدث فعلا سفر عبر الزمن من المستقبل إلى الماضي؟ حقا الإجابة صعبة وإثباتها أصعب، لكن هذه الأدلة توحي بفرضية أخرى أن السفر كان عكسيا من الماضي إلى المستقبل. مشاهدة شهادية وقلة هذه. بتفسير بسيط، إن رائد الفضاء الذي يظهر على جداريات التصل هو إنسان من حضارة قديمة جدا بلغت ذروة التطور، ومكنت تكنولوجيا ذلك الزمن من السفر عبر الزمن إلى المستقبل، وهم من جسدوا أشكالا من حضارتهم في جداريات التصل والكاتدرائية الإسبانية وغيرها من المعالم في العالم. هناك شعوب سابقة، حتى شعوب من الجنس البشري، وصلت حضارتها إلى رقي لم نصله بعد. أنه انهيار هذه الحضارات نتيجة لنقص في الإمدادات الطاقوية، نتيجة للتطور التكنولوجي الكبير الذي وصلته هذه الحضارات. قد قام برسم كل تلك الرسوم العجيبة التي تمثل التقدم العلمي الذي وصلت إليه تلك القارة آنذاك، خصوصا وأن التصل تقع على هضبة ترتفع عن سطح البحر بحوالي 2000 متر على مساحة 138 ألف كيلومتر مربع، أي ما يعادل 4 مرات مساحة دولة الأردن. هيرودوت هو كان وضع وجود هذه الشعوب تاع الأطلنطيس في شمال افريقيا في منطقه ليبيا على وجه الخصوص. يعني هذه النظريه الاولى. النظريه الاخرى جعلوا وجودها ايضا في مضيق جبل طارق. يعني هذه النقاط القريبه لنا احنا
جهة جغرافية شمال إفريقيا إلى آخره. يعني عندما نتحدث عن الصحراء الوسطى بما فيها تصلي أجار وتصلي العقار، يعني عرفت يعني نشاطات بركانية كبيرة في الزمن الرابع خاصة، وأيضا كما نعرف هناك في المناطق الصحراوية كانت تغطيها بحار. تأتي هذه الفرضية بحجة أن ما يسمى رواد الفضاء في كهوف التصل ليس صحيحا، بل هي لمشاهد غوص في الأعماق. رجال يلبسون بدلات ضفادع بشرية متصلين بأنابيب تنفس تربطهم بمحطات غوص تحت الماء أو غواصات. ينتمون لإحدى حضارات الأرض البالغة القدم، والتي كانت قد بلغت شأنا كبيرا من التقدم العلمي، ولكنها اندثرت لسبب ما، أي ما يسمى بحضارة أطلانتس المفقودة. أفلاطون اللي هو الأول اللي تحدث عليه، وإيغودوت كثيرا كذلك، كان هذا الغويام سيتي ان غويام تري ايفولوي. دونك البقايا المادية لهذا الغويام لم نجد منها أي أثر لحد اليوم. دونك هاد لي ديسان يرمزوا الأشياء ما كانش توجد في هذيك الحضارات القديمة، يعني من ما تقدرش تكون معاصرة للحضارات القديمة، يقدروا يعطوا لها تفسيرات أو فرضيات مع تتماشى مع الكتابات القديمة لمملكة أطلانتيس. هل كل ما مر بنا من فرضيات يمكن أن يكون أحدها صحيح؟ ربما نعم وربما لا. ما نعرفه عن حقيقة هذا الكون الواسع ما هو إلا ذرة رمل في صحراء كبيرة. لما نتحدث عن الكون الإنساني الذي ندركه، نحن ندرك فقط 4% من كوننا. 96% الباقي لا ندرك كنهه، هو عبارة ما يسمى بالمادة الرمادية والمادة السوداء. أكثر من أرض وأكثر من نسخة هي نظرية العوالم المتعددة، والتي تعتبر ما وجد من غرابة في كهوف التصل هو اختراق لنسخ لنا من عوالم أخرى موازية لعالمنا، وجسدت تلك الآثار هناك. عالم آخر موازي، عالمي أو عالم لا متناهي من الأكوان. أنا الآن أعي بحالتي في هذا المكان أنني أقدم بعض الشروحات الفيزيائية، في نفس اللحظة في العالم الآخر أنني أحمل شخصية طبيب، في العالم الجيم أنه قد أحمل شخصية مشرد. قد يكون الإنسان في عدة حالات في نفس اللحظة. الموضوع لم يحل بعد، ولكن هل فكرت يوما بإجابة هذا السؤال؟ إذا كنا لسنا وحدنا فهل نحن في كون واحد؟ ربما يبدو سؤالا سخيفا أو غريبا للبعض، لكن هل تعني حياة بيولوجية أخرى خارج الأرض فقط كائنات تشبه البشر ذات رؤوس مدورة وعيون كبيرة جاحظة؟ Ils sont constitués comme nous, d'une autre façon, mais ils ont une conscience, ils ont une liberté de choix, le libre arbitre, ils ont une énergie cinétique, puisqu'ils peuvent déplacer des objets, et peut-être qu'ils n'ont même pas besoin de la vitesse de la lumière, parce que la vitesse de la lumière concerne le monde humain, le monde matériel. Peut-être qu'il y a une fluctuation de l'espace-temps entre leur dimension à eux et notre univers à nous. Leur pénétration, eux, ils viennent facilement chez nous, et le contraire ne pourra jamais se faire. Une entité atomique ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière, c'est impossible. قرين مثلا اللي عندي أنا هو يكون فارماسان بيولوجيست مختص في الإعجاز الطبي، وقد عاش مع شخص ثاني قد يكون طبيب، وقد عاش مع شخص قد يكون مهندس، فعنده معلومات علمية تفوقنا نحن من ناحية. وكذلك بالنسبة للجن عنده قدرة الاتصال والانطلاق بسرعات رهيبة جدا. وكذلك اللي مواد تكنولوجيك هو عنده معلومات في كل شيء، عنده إمكانيات متطورة جدا من ناحية التقنية وكذلك من ناحية الانتقال والسرعة. انتهى علميا عند البعض، فإن المناقشات الدائرة حول وجود حياة ميكروبية على المريخ أحياها النيزك ALH 84001 الذي عثر عليه في القارة القطبية الجنوبية
حيث يعتبر دليلا قويا على أن المريخ كان وربما ما زال يحتضن حياة ميكروبية. فقد أكدت ناسا رسميا أن نايزك الذي وزنه 1.9 كيلوغرام وحجمه يماثل حجم حبة بطاطا يؤكد وجود حياة خارج كوكب الأرض. نيازك تيمنطيط بولاية أضرار، هذا الإرث الجزائري الذي استولت عليه فرنسا يعد من أكبر النيازك في العالم، حيث عثر عليه عام 64 800 وألف، ويزن حوالي 500 كيلوغرام، معروض في متحف فرنسي يفتخر به أبناؤها. يكون قد سقط بين نهاية القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر الميلاديين على بعد 12 كيلومتر من قصر تامنطيط. الاستعمار عندما يستولي على بلد لا يترك له أي أثر لقيمة علمية، ولكم أمثلة كثيرة نيازك التي أيضا أخذت، ولكن هنا ندخل فيما يسمى بحوار الحضارات واحترام الحضارات والتشاور بين البشر. يمكن استرجاع هذه الأمور لكل ذي حق حقه. إلى لغز التصل الذي حير العالم، ولكن هذه المرة بطريقة أخرى. ففي سنة 2004 وبالضبط في الريف الإسباني شهد حقل أحد المزارعين ظاهرة جد غريبة. فبينما كان الفلاح الإسباني يشاهد نشرة الأخبار لفت انتباه أضواء ودخان في الحقل. دفعه الفضول إلى الخروج ليجد حجرا غريبا في شكل حبة برتقال يحمل رموزا جد غريبة لم يجد لها الرجل تفسيرا، وأثارت القصة الكثير من الجدل حتى اتهم بالجنون، إلى غاية أن وصل الحجر الغريب إلى مخابر الشرطة العلمية الإسبانية. أين كانت نتيجة التحاليل محيرة، فالحجر يضم في تركيبه مواد ليست من كوكب الأرض ورموزا منقوشة توجد شبيهتها في جداريات كهوف التصل. الأمر الذي دفع بأحد مخرجي الأفلام الوثائقية الإسباني خوطة إلى زيارة الكهوف وإنجاز فيلم خلال 3 أشهر من التصوير في أعلى التصل. La imagen de 3 metros que Lot bautizó como el gran dios marciano. حسب هذا المنتج التلفزيوني وحسب الفريق العامل معه، ويعتقد أن هذه الصخرة بمكوناتها لا يمكن أن تكون من نتاج الطبقات الجيولوجية الموجودة على سطح الأرض. حسب منظورهم أنها أتت من كوكب آخر أو من الفضاء، ولذلك هو كان يبحث عن الرموز المشابهة للرموز الموجودة على الصخر عبر العالم.
كان كل ما طرح في هذا الفيلم الوثائقي فيه الكثير من الجدل والمتناقضات حول حقيقة الرسوم التي عثر عليها في كهوف جانيت منذ 77 سنة، ولم يجد لها العلماء تفسيرا نهائيا لحد الآن. سيبقى لغز التصل قائما، يعرف إجابته شخص واحد فقط، هو من رسم تلك الأشكال منذ 20,000 سنة وتركها لتذهل العالم اليوم.